شكرا الله يحفظك. تميرات مزيانين، ولكن باش نحافظ عليهم كيفاش خصني ندير ليهم باش نخزنهم في الدار؟ التمر بعض المرات كيجي زوين وما كنعرفوش كيفاش نتعاملوا معاه في الدار، ويقدر يدير لنا مشاكل خايبه بزاف. تبع معايا. التمر فيه سكريات جيده، فيه سكريات بسيطه للامتصاص ديالهم جيد وغتعطيك طاقه انيه، فيه الياف اللي هي مهمه للهضم، وفيه معادن الكالسيوم مغنيسيوم فوسفور الحديد. التمر مهم وخصنا ندخلوه في النمط الغذائي ديالنا، هذه مفروغ منها. لكن ملي كناخذ التمر كندوزو للدار، خصني نعرف اين نوع ديال التمر وكيفاش نتعامل معاه باش نحافظ على الميزات الصحيه ولا الغذائيه ولا الحسيه ديالو. عندك جوج انواع كبار ديال التمر. كاين التمر اللي هو خضر اللي كيتسمى الرطب اللي ما داش من المرحله ديال التجفيف، وكاين التمر المجفف. المجفف الا خليتيه في درجه حراره المطبخ عندك 6 شهور، درتيه في الثلاجه ما بين 2 و 6 درجات عندك عام، ولا درتيه في النيجاتيف ناقص 20 عندك عامين. الرطب ولا الخضر بطبيعه الحال ما غيصبرش لك لمده طويله. في درجه حراره المطبخ عندك شهر حتى شهرين، في الثلاجه عندك 6 شهور، وفي الكونجيلاتور عندك عام. وبالتالي باش تحافظ على التميرات ديالك خاصك ديرهم في واحد اللعيبه ديال البلاستيك محكمه الاغلاق، وبيان سور بلاستيك غذائي، وتخشيهم في الثلاجه ديالك، وخصها تكون محكمه الاغلاق. علاش؟ باش الرطوبه ديال التمر ما تزادش، وباش ما يشمش الريحه ديال المطبخ ولا ديال الكونجيلاتور. بارطاجي لي هذه المعلومه مع صحابك، اكي عاون ربي.